بيسأل كيم جاره اللي في العمارة التانية عن المية، فبيهزر معاه وبيشغل الخرطوم وبيرش عليه مية، وهما لسه بيتكلموا مع بعض بيتفاجئوا بالأرض بتبلع العمارة، وبيصرخ كيم علشان جاره ينقذه لكن مفيش فايدة، وبتنزل في عمق كبير جدا والناس بتكون مذهولة من اللي هي شايفاه. وبنشوف التاكسي وبيقع في نفس الحفرة، وبيكون جارهم راكب جواه ومش عارف ينزل منه، وبيوصل لسطح المبنى وبيكون هيخبط كيم، بس بيلحق نفسه في اخر لحظه وبيبعد عنه. وبيكون جارهم لسه في العربيه وبيكون اسمه جون، وبيفضل دايس على الفرامل علشان العربيه متقدرش تتحرك، لكن من اندفاعها القوه بتتحرك العربيه غصب عنه، فبينقذوا دانك في اخر لحظه وبيسحبوا من باب العربيه. وفجاه بيحصل هبوط تاني في المبنى، وبيقع كيم في الدور اللي تحتيه، وبيكون دانج منهار من اللي بيحصل لهم، وبيروح يطمن على كيم بعد ما وقع من الدور اللي فوقيه. وكيم بيكون مش فارق معاه حاجه غير انه يطمن على ابنه، فبينزلوا للشقه بتاعتهم علشان يدوروا عليه، وبيفضلوا ينادوا بس محدش بيرد عليه. فبيبص كيم على الجزمه بتاعته لكن مش بيلاقيها، فبيطمن وبيكون فاكر ان هو بره المبنى، وبيسيبوا المكان بسرعه وبيطلعوا للسطح، وبيوجهوا